يا صباح الفل وصباح الطاقة الإيجابية، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتني كتير. يلا بقى بما ان المكتب عليا فاضي، بصوا مقولكوش على الفرحة اللي انا فيها، محدش معايا في المكتب. وانا بقى من قيمة يومين كده زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل دوت، اللي انا خللت السردين او البسارية. تعالوا بقى نشوف هنفطر ايه مع بعضنا، بس ما تصدموش بما ان انا لوحدي، يعني ما فيش حد معايا في المكتب. والله حتى لو في حد معايا في المكتب هاكل البسارية النهارده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. فضيت المكتب دوت، بصوا شلت الشنطة ولميت كل حاجة. يا جماعة دي بسارية. بص، كل مشتقات الموالح انا ما بقدرش اقف قدامها، يعني انا بعشق حاجه اسمها موالح، لكن السكريات اللي يعرفني عارف ان انا ماليش في السكريات. وبعدين هو في عسل ياكل عسل؟ المهم مش غرور والله، انا بهزر معاكم. المهم بقى جبت بقى ايه، بصوا البطرمان البسارية البيت اسمها بنت الصبح عملتهولي. حطيت لي هنا، قلت لها سما انا ايه هروح الشغل ومفيش حد النهارده معايا، عايزه افطر مع بعض، افطر فطار متين كده. قالت طب بما انك هتفتح النهارده على البسارية ما تاخدي حبه معاكي. قلت لها طب خلاص ماشي. رحت بقى عامله لي بطرمان، بصوا اللهم بارك، ولا تقولوا ام مكه ولا ابو مكه. شايفين؟ بسالة ام سما هي دي اللي يعلى عليها. هي مش غاليه يا جماعه اليومين دول على فكره، كيلو ب25 وب20، عشان في ناس طالعه ما تقول ان هي غليت قوي ومش غليت قوي. هي ايه اللي مغليش يعني؟ كل حاجه غليت. خدت بقى حبه زي ما قلت لكم، وبصلايه وقرنين فلفل حلوين واديها. بصوا الحلاوه. بصوا بقى انتوا لو سمعتوا اي اصوات خارجيه بره الفيديو ما تعلقوش، عشان انا كده كده في الشغل يعني. بصوا مقولكوش طعمها تحفه، فاخر من الاخر. هو ده الفطار اللي يسد دي صحيح معاكي. بما اننا مش عارفه انا هبدا الرجيم ده امتى، بس انا بصراحه ربنا قلت لكم ما بقدرش امسك نفسي قدام الموالح. بصوا بقى طعمها مقولكوش. شايفين الحلاوه؟ بصوا بقى الحلاوه. بصوا انا فطرت لوحدي النهارده. طبعا عاملين العيش البيتي دوت، ماما عاملاه لنا ربنا يديها الصحه يا رب. بصوا الزيت بيتكلم عن نفسه، والبسارية بتتكلم عن نفسها. مش لازم تكون الحاجه كبيره قوي عشان خاطر تحسي انك انت بتاكلي موالح، يعني هي بسارية رفيعه بس طعمها جميل ما شاء الله، اللهم بارك عليها بجد. هبقول لكم الطريقه بتاعتها. عامه هي كيلو بياخد 4 معالق سكر، 4 معالق ملح، والشطه اللي انت عايزاها، وطبعا معلقه بابريكا معاها. وبعد ما بتخلصي تقلبيهم على بعض، تروحي حاطه بقى ايه، تقلبي البسارية مع الملح مع الشطه. مش عارفه جاي معايا ليه سكر، بما ان هي كان طعمها سكر فانا بالنسبه لي هي سكر. بصوا انا بقول لكم هنا في الفيديو، بقول لكم هو ده الحاجه اللي تفتح النفس، هي دي الحاجه اللي عارفين ان انتوا الفيتامينات دي هي فعلا الحاجات اللي تخليكي يعني تتبسطي. هتقفلي السنه الجديده النهارده اول يوم في شهر 12، وخلاص ناقص ايام والسنه الجديده ان شاء الله تبدا. كل سنه وانتم طيبين يا رب، والسنه الجديده تكون علينا يا رب سعيده. فطبعا احنا عايزين حاجه بقى ايه تشجع نفسيتك وتفتح نفسيتك كده، بما اننا شغالين اليومين دول امتحانات، وعندنا تالتة اعدادي وعندنا اولى اعدادي وعندنا ايام يا جدعان، عندنا بلاوي كتير قوي يا ساده. بصوا شايفين الحلاوه؟ انا باكل وانا مستمتعه. انا مش عارفه انا ايه اللي خلاني مستمتعه قوي كده، بس عارفين لما تعملي حاجه لنفسك وانت فرحانه بيها. انا كنت حاسه بكده فعلا النهارده. زي ما قلت لكم قبل كده، هي دي الحاجه اللي تفتح النفسيه صحيح. شايفين الحلاوه؟ بصوا والله بجد طعمه فاخر من الاخر. جربوه مش هتندموا. زي ما قلت لكم قبل كده، كيلو البسارية بياخد 4 معالق ملح، معلقتين شطه، معلقه بابريكا، وقلب قلب قلب، وانزل عليهم على البسارية. قلبيهم في بعض، وبعد كده رش على الوش كده، وبعدين حبه زيت حلوين كده، غطي البسارية وحطيها في اي علبه محكمه الغلق كده. بصوا اول مره اكسر البصله في حياتي كده، بس هي جامده بس هكسرها. انا مش هقوم يا جماعه، مش هقوم ادور على سكين انا وارجع تاني. انا لو قمت خلاص، انا من النوع اللي لما بقوم من على الاكل بطني بتغضب، ما بعرفش ارجع اكمل الاكل تاني. بصوا كسرتها. هي ناشفه شويه البصله، بس على مين هاكلها برضو. بصوا بقى، بما ان الدور اللي ماشي اليومين دول الدور البرد اللي ماشي جامد، ادوها بصل ما ترحموش، ادوها بصل بجد على قد ما تقدروا. بس بصل والبان شيكلس، يعني عشان خاطر يعني ايه مش هنأذي الناس اللي حوالينا. بصل والبان شيكلس. وبعدين دلوقتي بعد ما اخلص اكل هعمل بقى ايه، ليمونه. الليمونه هتضيع الريحه معايا في اي حاجه، بما اني طبعا دلوقتي موجوده في الشغل، ففي شغل رايح وشغل جاي، فمش ناقصين بقى حد يبقى منزعج مننا. بصوا ليمونه بقنا وليمونه على ايدينا. ما تضحكوش والله العظيم، بعد الاكل اي حاجه فيها زفاره حطي ليمونه على بقك على طول، واغسلي ايدك بليمون قبل ما تغسليها بالصابون. كده كده ده فيتامين سي، يعني مش انت ما بتضريش نفسك. بصوا الليمون بقى مع هنا. الليمونه كانت مزه قوي. الليمون غالي يا جماعه، في حد عنده الليمون رخيص؟ يا سلام، مفيش اي ريحه. بصوا احنا كده خلاص ما عملناش اي حاجه. حد شاف حاجه؟ محدش شاف حاجه، ولا كان بسري ولا كان اي حاجه، ولا بصل ولا فلفل ولا ليمون ولا اي حاجه. احنا عملنا حاجه؟ ما عملناش. هو حد يقول لحد؟ وطبعا بعد الموضوع ده كله محتاجين ايه؟ محتاجين كوبايه شاي بالنعناع. قعدت ادور على نعناع اخضر، مش عارفه انا مش زارعه نعناع اخضر ليه في المكتب، انا زارعه صبار، مش كاني قاعده في تربه اقسم بالله. عامله صبار عادي وصبار اللي هو الشوكي دوت.
دورت على النعناع ما لقيتش، بس لقيت بقى واحد زميلي هنا اداني نعناع ناشف، مش اشكال ناشف ناشف، المهم اسمه نعناع عشان يظبط الدماغ. بص بقى، حبة نعناع مع كوباية الشاي تقيلة، طبعا انا بعشق الشاي التقيل، محبش الشاي الخفيف ده ابدا. ونصبها كده ونستمتع بجو الشاي. يا سلام، هو ده العشق بجد. وصلت بقى لو معايا في الفيديو لحد هنا، قولوا رايكم النهارده في الفيديو بتاع النهارده، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وتعالوا مع بعضنا بقى دلوقتي هنروح نعمل فنجان قهوه كمان. شايفين والنبي ده انا مش شغاله في شركه بابا، الشغل دلع يا بنات. واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.